ازاي تختار الديجيتال ماركتنج ايجنسي اللي تشتغل معاها؟ الموضوع دايما بيكون مبني على استعراض بعض النتائج وسابقه الاعمال، وده طبعا كلام مهم جدا في اتخاذ القرار. ولكن خلينا نقول حاجه مهمه بخصوص الجزئيه دي. في فرق ما بين حد عنده خبره في حاجه وما بين حد خبير في حاجه. الخبره معناها ايه؟ معناها ان حد اشتغل في مجال معين عدد معين من السنوات، وبالتالي فبقى عنده معرفه معينه بيها. ولكن السؤال هنا، مقدار المعرفه ده راح بيه لحد فين؟ يعني مستواه عامل ايه؟ هل هو زيه زي الناس؟ ما هو ممكن جدا يكون واحد موجود في حته واشتغل فيها في الديجيتال ماركتنج او غيره، وشغال 10 سنين في المجال ده، وهو عنده المعلومات اللي موجوده عند معظم الناس اللي شغاله نفس المده، ومفيش اي نوع من انواع التطوير او التميز. في حين ان الخبير ممكن يكون اشتغل نص عدد السنوات بتاعه الشخص الاولاني، ولكن هو حقق نتائج مختلفه، قدر يطور حلول لمشاكل، عرف يوفر ميزانيات، عرف يحسن اساليب، فبالتالي هو راح لنقطه مختلفه ينفع اقول عليه خبير. ليه؟ لانه لما هيجي يشوف مشكلتك او احتياجك اللي انت عايزه منه، هيجي يقول لك والله انا اقدر اعمل لك، انقلك من النقطه الف للنقطه ب عن طريق 1 2 3، وده هيكلفك قد كده وهنحققها بالطريقه الفلانيه. فبقى عارف المسار مظبوط، مش مجرد انه هيعمل شويه الحاجات زي الحاله الاولانيه، انه هيعمل شويه حاجات هو متعود عليها وخلاص، ويعني يا صابت يا خابت. فلازم وانت بتشوف سابقه اعماله تكون شايف كمان انجازاته، مش مجرد انه اشتغل مع المكان الفلاني او البراند العلاني وخلاص. لا، هو اشتغل مع المكان الفلاني، حقق ايه؟ يعني لما كان داخل ايه اللي تشالنج معاه، ايه الهدف الاوبجيكتيف اللي كان البيزنس ده عايز يحققه، وايه التحديات اللي واجهته في السكه، وحقق ايه. يبقى دي كده كيس على بعضها تقدر توريك الراجل ده ممكن يخدم البيزنس بتاعك ازاي. لكن فكره ان انا اشتغلت مع سين وصاد وعين وخلاص وانتهى الموضوع على كده، الحته دي ممكن تبقى ريسكي شويه او تريكي شويه. في ناس حقيقه ممكن يكونوا بيقولوا كده وشاطرين وقادرين يعملوا لك نتائج، وفي ناس تانيين لا. فعشان تحسب جدل في الحته دي ويطمئن قلبك، فانت تشوف الانجاز اللي هو حققه بالفعل، نقل البيزنس من نقطه ايه لنقطه بي ازاي، وايه التحديات اللي واجهته وحلها ازاي، علشان تترجم الكلام ده عندك. ولما تبتدي تناقشه في نفس الخطوات ونفس الاستراتيجيه اللي هيتبعها معاك، تطمن انها منطقيه مش مجرد كلام على ورق.